قصة هندرسون هي مثال لأسوأ حاجة ممكن تحصل للاعب من بداية كرة القدم. صلي بينا على النبي وتعالى اقول لك الموضوع. هندرسون في الموسم اللي فات ده قصته عباره عن اسوأ قصه للاعب كره قدم من سنين كتيره جدا. في بدايه الموسم ترك ليفربول وانضم للاتفاق السعودي بدوري الروشن، وبعد مرور 6 شهور بس قرر انه يغادر الدوري السعودي وتنازل عن كل مبالغ الماليه والفلوس اللي كان هياخدها، ورمى كل ده ورا ظهره وما خدش اي مبلغ حرفيا بهدف العوده لاوروبا والمشاركه في بطوله اليورو. انتقل لنادي اياكس وقدم فتره سيئه معاهم وعانى جدا فيها من الاصابات، وما حققش اي شيء مع النادي اللي كان اصلا بيعاني في هولندا. بعد نهايه الموسم خرجت اخبار من مصادر موثوقه في هولندا بان اياكس عايز يبيع اللاعب بسبب وضع النادي المادي اللي ما كانش كويس في اخر ايام. الصدمه الحقيقيه جت لما ساوث جيت اختار قائمه منتخب الاسود الثلاثه وتم استبعاده رسميا من قائمه انجلترا في اليورو. بمعنى اللاعب خسر كل شيء حرفيا في موسم واحد، خسر ليفربول وخسر الدوري السعودي وخسر انجلترا وكمان خسر اياكس وخسر اليورو وخسر الاعلام وخسر الفلوس اللي كان بيكسبها. حرفيا خسر كل شيء، وده بيبقى نتيجه لعدم الاختيار الصح.